كتير بنسمع مصطلح إن الوقت مش عاد فيه بركة، ولكن الحقيقة إن الوقت فيه بركة، ولكن الوقت بينسرق منك. فعلشان تعرف الوقت بينسرق منك ازاي لازم تتعلم معانا المهارة دي. يلا نتعلم المهارة دي، مهارة جميلة جدا اسمها جورنالينج أو مهارة التدوين. فيلا بينا. تقريبا كل حاجة في حياتنا ليها وقت، أو بالمعنى الأصح ليها عمر. العمر ده عبارة عن وقت معين الحاجة دي هتبدأ فيه أو هتبقى فيه، وكذلك انت لازم تتحكم في الوقت. طب انت الوقت تتحكم في الوقت ازاي؟ احنا اتعودنا دايما في فيديوهاتنا ان انا مش هديك اي كلام وخلاص، انا هديك ستيبس تمشي عليها وخطوات معينة عشان تقدر تحقق المهارة اللي انا بقولك عليها دي، او ترجع يعني نطلع بالاستفادة القصوى من الفيديو ده. اول حاجة انت يكون معاك ورقة وقلم. زي كده تجيب ورقة وقلم، تمام، تعمل بيهم ورقة وقلم قبل ما تنام. تبدأ انت بتمشي روتينك اليوم عادي، قبل ما تنام تبدأ تدون انت عملت النهاردة، وكل حاجة انت عملت مثلا خدت منك وقت ساعتين تلاتة أربعة. تمام، بعد لما تعمل كده هتيجي تشوف بقى ايه الحاجات الفاضية او ايه الحاجات الفارغة، مثلا زي السوشيال ميديا اللي بقت بس وقت عموما، يعني قضيت عليها كام ساعة، ساعتين تلاتة. تبدأ تشوف الساعتين دول نبدأ نستبدلهم مهارات. هتقول يعني طب أنا دلوقتي استبدلت الثلاث ساعات أو الأربع ساعات السوشيال ميديا دول، استبدلتهم مثلا أستبدلهم أي مهارة. طب المهارات اللي موجودة على المنصات دي عايزة فلوس. يعني عملية بسيطة، أنا معايا لينك بإذن الله قناة تليجرام هحط لك في الديسكريبشن، تقدر من خلال القناة دي بنزل عليها كورسات فور فري. هي مش مسروقة ولكن كورسات دي بتبقى صحابها سايبينها فور فري مدة ساعتين تلاتة عشان أي حد مش مقتدر يقدر يشتري الحديث. فبإذن الله هتعمل جوين في القناة دي، وهتبدأ من خلال القناة تتعلم أي مهارة، سواء بقى برمجة، ديفلوبمنت اللي أنت نفسك فيه، هتلاقيه موجود على القنوات بإذن الله وهينزل باستمرار. فممكن تعمل جوين القناة. تمام، يبقى أنت دلوقتي اتعلمت مهارة التدوين، وبدأت من خلالها تعرف ازاي وقتك بدل منك وايه اكتر الاشياء اللي بتسرق وقتك وتقدر تستبدلها بمهارة. تمام، طب هل التدوين تعليم من حاجة تانية؟ التدوين مهم، اللي هو بيعلمك ازاي تفرغ الاسترس اللي في دماغك. دايما بقول لك ان دماغك هتتفرتك، طب ما تمسك القلم وتبدا تدون الحاجات في دماغك، اي كانت افكار تافهه دونها فرغها. زي ما بقول لك انا عندي كارت، عند الهارد مليان. طب تبدأ فرغ الهارد علشان الجهاز يقدر يشتغل كويس، لأن كل ما تكون مساحة ممتلئة يقول لك ساعات بيجي لك إشعار على التليفون يقول لك قد امتلأت ذاكرة الهاتف يرجى يعني تفريغ مساحة، فأنت لازم تفرغ مساحة. طب تفريغ عقلك إن ده بيحصل إيه؟ عن طريق إن أنت بتدون. طب هذا التدوين بتطلع منه حاجة مفيدة. التدوين بتطلع منه إن أنت بتقلل الضغط، ثانيا بتنشأ أفكار جديدة، في أفكار جديدة بتبقى في دماغك تكتشفها عن طريق الكتابة أو التدوين، يومياتك أو الأفكار اللي في دماغك. يعني أنا مثلا أتذكر إن أنا عملت قناة يوتيوب عن طريق التدوين، اللي أنا اكتسبت التدوين. قلت لي أنا عندي أفكار إيه مثلا، أو عندي قيمة ممكن أقدمها، إيه مش هطلع أقدمها في حياتي بحيث إن كله يستفاد منها. هي مش هتفيد معظم الناس، ولكن هتفيد جزئية معينة، أو هتتكلم في موضوع معين هتبدأ تفيدك فيه، سواء بالبرودكتيفيتي أو الإنتاجية أو إزاي أنت تطور من نفسك. تطوير الذات اللي هو مش هقول لك حفز نفسك، لأن هديك خطوات عملية تقدر من خلالها تبدأ تطور من نفسك للأحسن وللأفضل. تمام، فده كان اختصار مهارة التدوين. لو عجبك الفيديو مش تنسى تشترك في القناة وتظبط الدنيا كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.